الأسبوع 11 هو أخطر وأهم أسبوع في الدور الأول، وهو اللي هيحدد بنسبة كبيرة جدا شكل ترتيب الدوري لنهاية المسابقة. السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سكواد جرينتا. أرجوك ما تفوتش الحلقة دي، ولو عجبتك ياريت تشرفني برأيك في التعليقات، تعمل لايك ومشاركة ليها على صفحتك عشان تحتفظ بيها لنهاية الدوري. النهاردة هنشوف مع بعض واقع المنافسة في الدوري المصري الممتاز وفرص الأندية في المنافسة عاملة إزاي. هشرح لكم التحليل الكامل والحقيقي لكل فريق والنسب المئوية اللي هتحدد ترتيب الفرق للدور الأول الموسم ده. فلو مهتم بالكورة والدوري الممتاز خليك معانا لآخر الفيديو وشوف التوقعات. الدوري وصل لنقطة حرجة جدا دلوقتي، والوضع غير قابل لخسارة أي نقطة، خصوصا الفرق الخمسة اللي بتتنافس تنافس شرس جدا على درع البطولة والمربع الذهبي. كلامي ممكن يكون صادم شوية، لكن لازم جماهير نادي الزمالك وحتى جماهير الأهلي برضو تعرف. الحلقة دي بسجلها النهاردة الاثنين بتاريخ 20/10/2025. بداية هنستعرض مع بعض الوضع الحالي لترتيب قبل نهاية الأسبوع ال11. زي ما حضرتك شايف معايا ده جدول الترتيب الحالي للفرق المراكز العشرة الأولى. في المركز الأول نادي سيراميكا ب20 نقطة، المركز الثاني نادي المصري ب18 نقطة، المركز الثالث نادي الزمالك ب18 نقطة، المركز الرابع النادي الأهلي 18 نقطة، المركز الخامس إنبي 18 نقطة، المركز السادس وادي دجلة 16 نقطة، السابع زد 15 نقطة، المركز الثامن فيوتشر 15 نقطة، في المركز التاسع بيراميدز ب 14 نقطة، في المركز العاشر البنك الأهلي ب 14 نقطة. زي ما انتم شايفين معايا هنلاحظ ان المصري والاهلي وبيراميدز ليه 3 ماتشات لسه ما اتلعبوش في الجوله ال11. المصري هيلعب مع سموحه يوم الاربعاء 22/10، والاهلي هيلعب مع الاتحاد السكندري يوم الاربعاء 22/10. اما بيراميدز هيلعب ان شاء الله غدا الثلاثاء الموافق 21/10 مع فاركو. ما تنساش اني قلت لك ان الاسبوع ال11 هو اخطر واهم اسبوع في الدور الاول، وهو اللي هيحدد بنسبه كبيره جدا شكل ترتيب الدوري لنهايه المسابقه. طيب، بالمنطق وبالورقه والقلم وبحاله كل فريق من الفرق دي، الطبيعي ان بيراميدز والمصري والاهلي يفوزوا بالمباريات دي، وان كنت لا اتمنى هذا السيناريو، ولكن هركز قوي على ماتشات بيراميدز والاهلي، واتمنى ان شاء الله ان يحصل مفاجاه من فاركو قدام بيراميدز، ودي حاجه مش بعيده وحصلت الموسم اللي فات. كمان اتمنى ان شاء الله ان الاتحاد يحقق نتيجه طيبه امام الاهلي، لان ده لو حصل خصوصا في المواجهتين دول بالذات ده معناه فرمله عنيفه للاهلي وبيراميدز من ناحيه، ودفعة قوية جدا لينا كنادي الزمالك من ناحية تانية. يعني بكل بساطة أقدر أقول لك إن الماتش ده بالنسبة للأهلي ب3 بونت لو كسب، بالنسبة لبيراميدز برضه ب3 بونت لو كسب، بالنسبة للزمالك كمان ب3 بونت لو أي حد منهم خسر، أو على الأقل ب2 بونت لو حد منهم اتعادل. وده هتفهمه معايا لما نروح للجدول التالي. ده السيناريو الأجمل، وهو خسارة الأهلي وبيراميدز، وده اللي هيخلي الأهلي متساوي معاك في المركز الرابع بعدد الماتشات وعدد النقاط 18 بونت، والأمر يبقى بإيديك ومفيش حد أحسن من حد. وبيراميدز هيفضل زي ما هو في المركز التاسع ب 14 بونت، أقل من الزمالك والأهلي ب4 بونت، وليه ماتشين ب6 بونت، منهم ماتش مع الزمالك اللي لو كسبناه يدينا الأفضلية ب4 بونت عن بيراميدز في سباق الدوري، لأن زي ما أنت شايف بيراميدز 14 بونت عندك واحنا 18 بونت. طيب احنا دلوقتي لو بيراميدز هنفترض انه كسب الماتش من الماتشين بتوعه الزياده عننا هيبقى 17 بونت، وليه ماتش معانا لو احنا كسبناه هنبقى 21 بونت، وبالتالي هيبقى فرق بيني وبين بيراميدز 4 بونت زي ما انا قلت لحضرتك بالظبط. لو حصل ده هنبقى خرجنا من مأزق كبير جدا، والامور رجعت تاني في صالحنا بشرط عدم الاستهانه باي نقطه، وان اللعيبه تعتبر كل ماتش نهائي وتموت نفسها في الملعب على المكسب. اما هنا في الجدول ده بقى السيناريو الجميل اللي اقل جمالا من الجدول اللي فات، وهو ان الاهلي وبيراميدز يتعادلوا، وده زي ما احنا شايفين يخلي الاهلي يتقدم للمركز الثالث برصيد 19 بونت بفارق 1 بونت لصالحه عن الزمالك. وهنا بيكفينا تعثر الاهلي في اي مباراه قادمه عشان نسبقه بعدد النقط في الترتيب، خصوصا ان ليه ماتش مع المصري وده منافس تاريخيا رخم ومش سهل ابدا لما بيلعب الاهلي. وكمان بيراميدز بيتقدم للمركز السادس برصيد 15 بونت، ويبقى فرق بينه وبين الزمالك 3 بونت لصالح الزمالك، وليه ماتشين ب6 بونت، لكن زي ما قلنا في منهم ماتش مع الزمالك، وبكده برضو الامور تكون في المتناول وفي ايدينا بشرط الاستماتة في عدم فقد اي نقاط، نلعب الماتشات كأنها نهائيات بالظبط. الجدول ده بقى السيناريو الأسوأ اللي لو حصل لا قدر الله هتبقى الأمور صعبة جدا 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 لنادي الزمالك. زي ما حضرتك شايف معايا ده شكل الجدول في حالة فوز بيراميدز والأهلي. بيراميدز هيقفز للمركز السادس برصيد 17 بونت، ويبقى أقل من الزمالك بنقطة واحدة، بس زائد إن ليه ماتشين زيادة عن الزمالك ب6 بونت،
هنعتبر اننا كسبنا المواجهه المباشره معاه وهو كسب الماتش الثاني، هيبقى الفرق بين الزمالك وبيراميدز 2 بونت لصالح بيراميدز. كمان الاهلي هينط على صداره الدوري مع المصري برصيد 21 بونت ويبقى فارق عن الزمالك ب 3 بونت، يعني بيراميدز والاهلي هيبقوا نظريا على الورق فارقين عننا 3 بونت و2 بونت، ده في حاله اننا كسبنا ماتش بيراميدز. دلوقتي زي ما حضرتك شايف الاهلي في الصداره ب 21 نقطه من 10 مباريات، المصري متساوي مع الاهلي ب 21 نقطه لكن من 11 مباراه، سيراميكا ثالث ب 20 نقطه من 10 مباريات، الزمالك رابع ب 18 نقطه من 10 مباريات، وبيراميدز سادس ب 17 نقطه من 8 مباريات. كل واحد من الفرق متبقي له كام مباراه؟ الاهلي والزمالك وسيراميكا كل واحد متبقي له 10 مباريات، المصري متبقي له 9 مباريات، وبيراميدز متبقي له 12 مباراه، يعني نص الموسم. دي الارقام الظاهره، بس المفروض تركز على حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ تعال اقول لك. الحاجه دي منقسمه لشقين. الشق الاول مسار كل فريق هيسلكه بالنسبه لعدد الماتشات ونوعيه الفرق اللي هيقابلها في الادوار القادمه، ده رقم واحد. رقم اتنين حاجه اسمها معدل النقاط. طيب تعالى كده معايا نبص على الجدول ده. ده الجدول بيوضح لك مسار او رحله كل فريق اللي هيستكمل بيها الدور الاول. هنشوف دلوقتي كل فريق فاضل له كام ماتش وهيلاعب مين، وقوه الفرق اللي هيلاعبها كل فريق من الفرق المتنافسه، وقد ايه ممكن يجمع نقاط من الفرق دي، ونشوف في الاخر الترتيب المتوقع طبقا للمسار. اول حاجه الاهلي عنده 10 ماتشات، هيلاعب بتروجيت، هيلاعب المصري، هيلاعب الاسماعيلي، طلائع الجيش، وادي دجله، البنك الاهلي، الجونه، سموحه، زد، المقاولين. متوقع بناء على شكل الفرق دي ونتائجها السابقه في الدوري ان الاهلي ممكن يجمع من ال10 ماتشات دول او من ال30 نقطه دول تقدر تقول مثلا من 22 ل 24 نقطه على اقصى تقدير. يعني بحسبه بسيطه لو الاهلي جمع 22 نقطه وهو معاه دلوقتي 21 نقطه هيقفل هو عنده 43 بونت، اما لو جمع 24 بونت هيقفل هو عنده 45 بونت. يعني متوسط تحقيق الاهلي للنقط هيبقى من 43 ل 45 نقطه. النادي المصري ليه 9 ماتشات بس، هيلاعب منهم الاهلي، وادي دجله، الجونه، سيراميكا، زد، المقاولين، فيوتشر، انبي، الاسماعيلي. متوقع ان المصري هيجمع من الماتشات دي من 18 ل 20 بونت، وهو دلوقتي حاليا عنده 21 بونت. يعني الاجمالي لو جمع 18 بونت هيبقى حوالي 39 نقطه، ولو جمع 20 نقطه هيبقى عنده حوالي 41 نقطه. سيراميكا كليوباترا هيلاعب كهربة الإسماعيلية، بتروجيت، فاركو، الاتحاد السكندري، المصري، غزل المحلة، بيراميدز، الإسماعيلي، وادي دجلة، البنك الأهلي. متوقع إنه يجمع من 18 ل 20 نقطة، هو حاليا عنده 20 نقطة. لو جمع 18 هيفنش 38 نقطة، لو جمع 20 هيفنش ب 40 نقطة. الزمالك هيلاعب البنك الاهلي، طلائع الجيش، سموحه، انبي، بتروجيت، كهربة الاسماعيليه، حرس الحدود، زد، بيراميدز، وهيلاعب الاتحاد السكندري في اخر جوله في الدور الاول. متوقع طبقا لاداء الزمالك واداء الفرق الثانيه انه هيحقق من 20 ل 22 نقطه على اقصى تقدير، وهو عنده حاليا 18 نقطه. يعني ممكن يفنش اجمالي لو حقق 20 نقطه ممكن يحقق 38 نقطه، ولو جاب 22 نقطه ممكن يفنش على 40 نقطه. بيراميدز عنده 12 مباراه، انبي، الاتحاد السكندري، المقاولين، كهربة الاسماعيليه، بتروجيت، البنك الاهلي، الجونه، سموحه، سيراميكا، غزل المحله، والزمالك، وحرس الحدود. متوقع ان بيراميدز هيجمع من الماتشات دي من 26 ل 28 نقطه، هو حاليا عنده 17 نقطه، فمتوقع لو هو جاب 26 نقطه يبقى الاجمالي بتاعه هيفنش 43 نقطه، لو جاب 28 نقطه يبقى متوقع هيفنش 45 نقطه. زي ما احنا شايفين لو بصينا على الترتيب المتوقع طبقا لعدد النقاط المتوقع تحقيقها هنبص نلاقي في المركز الأول بينحصر ما بين الأهلي وبيراميدز بتحقيق من 43 إلى 45 نقطة. نيجي للمركز الثالث والرابع محصور ما بين المصري وسيراميكا والزمالك. الثلاث فرق دول زمالك، مصري، سيراميكا، هم اللي هيبقى المنافسة ما بينهم على المركز الثالث والرابع. وبنسبة كبيرة أنا أتوقع بنسبة كبيرة الزمالك وسيراميكا هم اللي هيكونوا في المركز الثالث والرابع على التوالي، واتوقع ان المصري الموسم ده يعني ما اعتقدش ان هو هيكمل على المركز الرابع. يعني دلوقتي احنا هنركز على حاجة تانية، الحاجة دي اسمها معدل النقاط. يعني كل فريق حقق كام نقطة لكل مباراة لعبها. ابسطها لك، هنجيب عدد المباريات اللي كل فريق لعبها ونشوف حقق كام نقطة من المباريات دي، وبعدين نقسم عدد النقط على عدد المباريات نطلع معدل النقاط لكل فريق من كل مباراة بيلعبها. وده هنعمله عشان يكون عندنا رقم محتمل
للنقاط اللي ممكن يجمعها كل فريق من الماتشات المتبقيه ليه، واللي بدوره هيرسم لينا شكل الترتيب. وبعد ما نعمل كده هنقارنه بالاستنتاج اللي احنا لسه طالعين بيه دلوقتي من الجدول بتاع مسار الفرق، وهنشوف هل ده قريب من اللي احنا استنتجناه ولا لا. في حالة انه قريب يبقى بنسبة 80-90% هو ده هيبقى شكل الدور الاول. في النهاية خلوني اقول لكم بالارقام: بيراميدز معدله 2.125 من 1000 نقطة لكل مباراة، الاهلي معدله 2.10 نقطة لكل مباراة، سيراميكا معدله 2 نقطة لكل مباراة، المصري معدله 1.91 من 100 نقطة لكل مباراة، الزمالك معدله 1.8 نقطة لكل مباراة. شوف تلاحظوا ايه؟ بيراميدز معدله اعلى من الاهلي شوية، اما الزمالك والمصري معدلهم اقل شوية، يعني ادائهم اضعف من الفرق الثلاثة الاولى، لان سيراميكا معدله 2 نقطة لكل مباراة، يعني هو اقرب لبيراميدز والاهلي، اقرب لهم سيراميكا. وهنلاحظ ان ده هيأثر جدا على الترتيب النهائي في الجدول. خليك معايا كده في الحسبة الشاملة دي. إذا كل فريق حافظ على معدل نقاطه الحالي، تخيل إيه اللي هيحصل، وده طبعا في حالة فوز بيراميدز والأهلي في الأسبوع ال11. الماتش بتاع بكرة بتاع بيراميدز، والماتش بتاع بعد بكرة بتاع الأهلي. أولا بيراميدز النقاط الحالية 17، فاضل له 12 ماتش، معدل النقاط بتاعه 2.125، لما نضربه في 12 ماتش هيديني نقاط متوقعة إضافية يجنيها 25.5. احنا زي ما قلنا في الجدول اللي فات ان معدل النقاط اللي ممكن يجمعها بيراميدز من 26 ل 28 نقطة، فاحنا 25.5 ما بعدناش كتير عن المعدل ده. فلو حقق 25 نقطة ونص فالاجمالي المتوقع، طب مش نقول 25.5، هنقول بقى 26، لان مفيش حاجة اسمها 25.5، هنقول 26 على طول، يبقى الاجمالي المتوقع 43 نقطة، مطابق للاستنتاج اللي احنا طلعنا بيه من الجدول بتاع المسارات. نيجي للأهلي، النقاط الحالية عنده 21 نقطة، فاضل له 10 مباريات، معدل النقاط بتاعه 2.10. النقاط المتوقعة الإضافية هنضرب معدل النقاط بتاعه 2.10 أو 2.1 في عدد المباريات 10، يبقى عندنا 21 نقطة، وهو عنده 21 نقطة دلوقتي، يبقى المتوقع 42 نقطة. طب احنا كنا قايلين الأهلي من الجدول السابق معدل النقاط اللي ممكن يحققها كام؟ قلنا من 22 ل 24، وهو هنا بيقول معدل النقاط بتاعه 21، فاحنا برضو اذا ما بعدناش برضو قوي، احنا قريبين جدا جدا من الاستنتاج بتاعنا. يعني هنقول الاهلي هيحقق 21 نقطه وهو عنده 21، يبقى هيقفل 42 نقطه، وبيراميدز زي ما احنا ذكرنا قبل كده مقفل على 43 نقطه، اذا برضو لسه بيراميدز محتفظ بالمركز الاول يعني هنا المؤشر بتاع النقاط هنا بيرجح بقى كفه بيراميدز. يعني احنا في الجدول اللي فات كنا بنقول الاثنين متساويين، الاهلي وبيراميدز، مش عارفين مين الاول ومين الثاني، لا هنا معدل النقاط بيرجح لي كفه بيراميدز بشكل طفيف جدا عن الاهلي، لكن بيرجح كفه بيراميدز. اذا بيراميدز لغايه دلوقتي في المركز الاول ب 43 نقطه، الاهلي في المركز الثاني ب 42 نقطه. تعال نخش بقى على المركز الثالث، نشوف سيراميكا كليوباترا. النقاط الحاليه عنده 20 نقطه وليه 10 ماتشات متبقيين، معدل النقاط بتاعه 2، لما نضرب 2 في 10 يبقى يدينا 20 وهو عنده 20 نقطة، يبقى النقاط المتوقعة الإضافية 20 نقطة وهو عنده 20، يبقى كده متوقع 40 نقطة. لما نيجي نرجع للجدول نشوف سيراميكا متوقع يحقق كام نقطة. احنا كنا قايلين سيراميكا من 18 ل 20، وهنا في المؤشر النقاط بيقول لي 20 نقطة، يبقى أنا فعلا برضو في السيف سايد، أنا برضو تحليل سليم وأداء الفرقة متناسب مع مسار الفرق اللي هيلعبها، فهنقول ان هو عنده 20 وهيحقق 20 يبقى عنده 40 نقطة. اذا لغاية دلوقتي بيراميدز في المركز الاول 43، الاهلي في المركز الثاني 42، سيراميكا في المركز الثالث ب 40 نقطة. تعال نخش بقى على الزمالك النقاط الحالية بتاعته 18 نقطة، المباريات المتبقية 10 نقاط، معدل النقاط بتاعته 1.8، لما نضرب 1.8 في 10 يدينا 18 نقطة، وهو عنده 18 يبقى الإجمالي المتوقع 36 نقطة. طب تعال نشوف كده الزمالك متوقع يفنش بكام؟ قلنا يفنش من 20 ل 22 نقطة. طب احنا هنا طلعناها ب 18، برضو ما بعدناش، لأن من معدل نقط الزمالك وفقدانه للنقط في الماتشات اللي فاتت، برضو احنا ما بعدناش كتير، احنا فعلا ضمن النطاق، 18 نقطة مش بعيد عن ال 20. فاذا برضو لما نقول الاجمالي متوقع من 36 نقطة ل 38 نقطة، برضو احنا مش بعيد. لغاية دلوقتي احنا قلنا بيراميدز في المركز الاول ب 43 نقطة، الاهلي في المركز الثاني ب 42 نقطة، سيراميكا في المركز الثالث ب 40 نقطة، الزمالك في المركز الرابع ب 36 او 38 نقطة. هنشوف بقى المصري هيعمل ايه.
المصري النقاط الحاليه عنده 21 نقطه، فاضل له 9 ماتشات، معدل النقاط بتاعت المصري 1.91. طيب لما نضرب 1.91 في التسع ماتشات المتبقيه يبقى النقاط المتوقعه الاضافيه حوالي 17 نقطه وكسر، فهنقول 17 نقطة وكسر، هنقول 18 نقطة. طب تعالى كده نبص على المصري، نشوف المصري كان متوقع كام في جدول المسارات. هنشوف نلاقي جدول المصري متوقع انه يحقق من 18 ل 20 نقطة، وهو فعلا في معدل النقاط بتاعه 18 نقطة. فيبقى اذا احنا في السيف سايد تمام التمام، احنا ماشيين صح. 18 نقطة هيحققهم وهو عنده 21 نقطة، يعني بمعنى أدق هيبقى ممكن يفنش على 39 نقطة. 39 نقطة خد بالك هو هنا عدى الزمالك، ليه؟ لأن الزمالك احنا لما قلنا قبل المصري قلنا الزمالك هيفنش على 36 أو 38 نقطة بالكتير، هنا المصري محقق 39 نقطة، إذا المصري يصعد للمركز الرابع ويتراجع الزمالك للمركز الخامس. إذا الترتيب اللي أنا شايفه خلاصة لهذا التحليل بناء على النقاط: بيراميدز في المركز الأول برصيد 43 نقطة، الأهلي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، سيراميكا في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، المصري في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، والزمالك في المركز الخامس برصيد 38 نقطة. طبعا الكلام ده ممكن كله ما يحصلش، ممكن تحصل طفره احنا مش شايفينها، او حاجه تحصل نبص نلاقي فرقتنا بتكسب كل ماتشاتها ما بتخسرش اي نقط، نلاقي تعثر بيحصل للفرق الثانيه، وده شيء طبيعي وشيء عادي جدا. الاهلي الموسم اللي فات خد 6 ماتشات ورا بعض 18 نقطة، يعني الأهلي كان بعيد خالص عن منافسة على الدوري، خد الدوري الموسم اللي فات ب 18 نقطة. طبعا مش هنتكلم في موضوع الستة بونت اللي ما اتخصموش واتخصم 3، احنا هنتكلم على إن في طفرات بتحصل، إن في حاجات ممكن تحصل تقلب الموازين، لكن احنا هنا بنتكلم بالورقة والقلم وطبقا للواقع بعيد عن أي مفاجآت. الترتيب الحالي بيراميدز والاهلي بيتنافسوا على المركز الاول والثاني، المركز الثالث والرابع محصور ما بين سيراميكا وما بين الزمالك وما بين المصري. دي مجرد تنبؤات يعني بناء على التحليل وبناء على الحسابات. انا برضو حطيت حتى هنا نسب للفوز، يعني مثلا انا شايف ان المركز الاول بنسبة 45% محسوب لبيراميدز، بنسبة 40% قريب للاهلي، سيراميكا 8% فرصه صغيرة جدا، الزمالك 3% صعب جدا، والمصري 4% صعب جدا. فإذا برضو هنقول إن المنافسة ما بين 45 و 40% ما بين بيراميدز والأهلي، يعني هما بيشكلوا النسبة الأكبر من الفوز بالمركز الأول، ولكن بيراميدز كفته أرجح بنسبة بسيطة. المركز الثاني الأهلي بنسبة 42% قوي جدا في إنه يحقق المركز الثاني، بيراميدز بنسبة 40% قريب جدا إذا ما حققش المركز الأول، سيراميكا 12% فرصه يعني بسيطة لكن تقدر تقول موجود، الزمالك 4% ضعيفة، والمصري 2% ضعيفة برضه. المركز الثالث شايف سيراميكا 60% هو الأقرب للمركز الثالث، الأهلي ما أعتقدش، يعني الأهلي وبيراميدز ما أعتقدش، لكن هقول مثلا الأهلي 13%، بيراميدز 10%، الزمالك 13% والمصري 4%. المركز الرابع مين بقى اخر واحد في المراكز الاولى دي؟ الزمالك انا شايف بنسبه 70% مركز رابع، سيراميكا بنسبه 20%، لان انا شايف ان سيراميكا فرصه اقوى في المركز الثالث، لكن فرصه في المركز الرابع هتبقى قليله لانه انا شايف انه هيبقى ثالث. الاهلي اكيد طبعا 5% ضعيفه جدا لان هو يبقى اهلي حاجز اول مركزين، بيراميدز نفس الكلام 3% ضعيفه جدا حاجز اول مركزين، المصري 2% ضعيفه جدا، بتهيألي يعني المصري يبقى خارج المربع الذهبي الا اذا تعثر الزمالك بشكل كبير، ممكن يخش المربع الذهبي الزمالك او سيراميكا برضو، يعني لكن انا يعني اداء سيراميكا ومعدل النقاط بتاعه بيخليني ارجحه عن الزمالك ان هو ثالث، ده بس اللي بيخليني ارجح سيراميكا لان معدل النقاط بتاعه اعلى من الزمالك ب1.8 سيراميكا ب2 في كل ماتش، فده بس الحاجه اللي بتخليني ارجح سيراميكا عن الزمالك. عرفت ليه بقى كنت بقول لك ان الاسبوع ال11 هو اخطر اسبوع في الدوري؟ عشان كل اللي شرحته لك ده يا صديقي، ماتش بيراميدز وفاركو وماتش الاهلي والاتحاد السكندري، هما الماتشين دول اللي هيحددوا مسار الدوري على مدار ال10 أسابيع القادمين. تمام يا جماعة، خلصنا كده تحليل، عارف ان الكلام ممكن يكون صدم ناس كتير، بس معلش انا ما اقصدش اضايقك والله، لكن انا شرحت لك ظروف المنافسة على ارض الواقع بعيدا عن الاحلام والتمنيات، وحبيت اوضح لكم الصورة كاملة عشان يبقى عندك رؤية موضوعية مبنية على تحليل واقعي بالارقام والمعادلات. وبس كده، لو عجبك التحليل لايك وشير مع اصحابك، وقول لي في التعليقات مين اللي انت بتتوقع انه يفوز بالدوري، بيراميدز ولا الاهلي ولا حد تاني، وتابع يا ريت القناة عشان كل الحلقات الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.